تخيل لو قلتلك إن السر بناء الأهرامات ما كانش مجرد حجارة وعبقرية، لأ، ده كان مدرسة سرية. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة وقبل ما العالم يعرف عظمة الأهرامات كان في راجل سابق عصره اسمه إيموحوتب. إيموحوتب ما كانش مجرد مهندس، ده كان صاحب رؤية وشاف إن بناء حاجة تهز التاريخ محتاج أكتر من مجرد عمال. أسس في السر أكاديمية سماها مدرسة بناة الأهرام. مدرسة مش أي حد يدخلها، كان بيختار بنفسه أذكى شباب مصر اللي عيونهم فيها لمعة شغف وفضول. جوه الأكاديمية دي ما كانوش بيتعلموا بس إزاي يقطعوا الحجارة ويرصوها، لأ، كانوا بيدرسوا أسرار الفلك، إزاي يخلوا الأهرامات تبص للنجوم بدقة تخوف، وكانوا بيتعلموا رياضيات متقدمة، معادلات لو شافها حد من بره وقتها كان هيقول عليها سحر. إيموحوتب كان بيعلمهم إن كل حجر ليه روح، وإن البناء مش مجرد مبنى،